الطفل اللي عمره سنتين وبدأ يلمس المناطق الحساسة في جسمه نتعامل معاه ازاي؟ خلينا الأول نتعرف بشكل مبدئي على الأسباب وبعدين نشوف الحل. السبب الأولاني هقول لكم عليه، أنا عارفة إنكم ما تتوصوش بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها. فاكرين لما كنا بنلبس الولاد السلوبيتا برجل مقفولة وهم بيبيهات، ولما ابتدينا نلبسهم هدوم برجل مفتوحة عملوا ايه؟ ابتدوا يلعبوا في رجليهم زي الصورة دي بالظبط. نفس الحكاية بتحصل لما بيقلعوا الحفاضات وبيلبسوا الاندرويرز، وإن ايديهم توصل للمنطقة دي بقى بالنسبة لهم موضوع سهل. فبالتالي يلا بينا نكتشف نفسنا ونكتشف المنطقة الجديدة اللي ما كناش بنشوفها قبل كده. تاني سبب، في رأي بيقول إنه ده لما بيحصل بيكون البيت فيه توتر أو خناقات مثلا ما بين الأم والأب، والطفل ساعتها بيهرب من الجو المكهرب ده بإن هو يقعد لوحده ويعمل حاجة بتحسسه بالأمان. رقم 3، في طفل عنده فضول بيحاول إن هو يعرف دايما يعني إيه ولد ويعني إيه بنت، وهتلاحظوا برضو إن هو بيحاول يبص عليكم اللي هو انتوا ماما وبابا، ولو عنده اخوات برضو هيحاول يبص عليهم. وانتوا عارفين طبعا إن في سن معين لما الولاد بيوصلوا له لازم احنا ناخد بالنا واحنا بنغير هدومنا ان في كائنات تانية موجوده معانا في البيت، فنقفل على نفسنا الباب. رابع حاجه، ممكن جدا الطفل يبقى بالصدفه كده عمل الحركه دي مره ولقاكي زعقتي له جامد، فهيستخدمها كوسيله لشد انتباهك بيها، وده طبعا اذا كان شايفك مشغوله عنه. وطبعا هو ذكي وعارف ان هو اول لما هيعمل كده هتركزي معاه حتى ولو بالزعيق. رقم 5، لازم تتاكدي ان الطفل مش بيعمل كده علشان في حاجه لا سمح الله وجعاه، او مثلا بعد الشر عنده التهابات بوليه. دي كانت الاسباب. نيجي بقى للحل. لازم تحاولي تعرفي هو بيعمل كده ليه، علشان انهي سبب من الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. ولازم لما الطفل يبتدي يدرك ويفهم كلامك بشكل صح يكون في توعيه بالراحه ان كده غلط. وكمان ما ينفعش ان حد يلمس منطقه معينه في جسمك. لو عالجتي الاسباب ولقيتي انه برده مفيش فايده وبيعمل كده وهو عارف ان هو غلط علشان بس تركزي معاه، اعملي اللي هو عاوزه وركزي معاه، وابداي خدي ايده وروحي علشان خاطر تغسلي ايديكوا في الحمام. وطبعا بعد ما تغسلي ايده اقعدي العبي معاه شويه او غني، اعملي معاه اي حاجه لانه غالبا هو ده اللي هيكون عايزه. واكيد حاولي تخليه ما يلجاش للطريقه دي تاني. بايه؟ بان انت تخصصي له وقت اكتر وان انت تركزي معاه بشكل اكبر. بقول لك ايه، ابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي لسه حكي لك عن الموضوع ده امبارح، وانا عارفه انكم ما تتوصوش بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.